السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا المشاهدين، مرحبا بالمتابعين ديالنا. بطبيعة الحال ما نساوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم كيف العادة مع المطروزات، مع الجمال، مع الروعة، مع الرونق، مع الرقي المغربي، مع الثقافة المغربية، مع ما عرفتش كيفاش نفسر لكم. الصورة كتشرح راسها براسها، ولكن هادشي شنقول لكم شي حاجة اللي هي غزالة غزالة. ومرحبا بالجميع، مرحبا بالعشاقة والذواقة اللي كيبغيو يتهلاو في راسهم، اللي بغى يتهلا في عروسو، اللي بغى يتهلا في راسو، اللي بغات تهلا في راسها، اللي بغات تهلا في عروسها، اللي بغات تهلا في نفيسها، اللي بغات تهلا في بنتها. علاش لا؟ هاد المنتوجات هذه اللي هي جد راقية، ربما تكون كتبان لكم بسيطة، ولكن هي تجي واحد الجمال واحد الرونق اللي هو خاص بالصناعة التقليدية. كتعرف على الثقافة ديالنا، كتعرف على الجمال ديال البلاد ديالنا والرقي ديالو، على الانبهار. كيفاش غادي نقولوا، كيفاش الانسان كينبهر بهذه الثقافة ديالنا. والمشكلة من هادشي كامل ما كاينش شي بلاصه اللي كاين ولا شي بلاصه اللي كتشبه المغرب ديالنا في هاد الثقافه اللي خاصه مثلا بهاد اللباس، بهاد لي زورا هادو، بهاد الرونق. ما كنظنش ان كاينه شي بلاصه يعني، ولا كاين شي بلاد واحد اخر كيتميز بهاد الجمال كيف ما كيتميز به المغرب ديالنا. القفطان المغربي او التكشيطه المغربيه اللي كيف ما قالت واحد الاخت كريمه الله يذكرها بخير في التعليق، قالت لي راه القفطان كيقولوا عليه البلدان كاملين على حقاش هما ما عارفينش بان القفطان بوحدو كيتسمى بوحدو، والتكشيطه بوحدها عاوتاني بوحدها بالسمات اللي هي خاصه بها. ولكن احنا كمغاربه عارفين الحيثيات والجذور ديال كل حاجه، كل حاجه باش كتميز. مرحبا بالجميع. هنا عندنا هاد التكشيطه هادي، والناس اللي ماشي من المغرب نقدر نقول لكم قفطان او تكشيطه. هذا القفطان او التكشيطه اللي كيتميز بواحد الجمال اللي هو خاص، هو بالخضر كنقولوا له الزيتي، حيت كاين عندنا الزيتي وكاين خضر ملكي وكاين خضر يعني كاين واحد الخضر بيستاج، كاين بزاف ديال الانواع ديال اللون الاخضر. يعني هي اللون الخضر كيحتوي على بزاف ديال التسميات اللي هي خاصه. عندنا لي زار كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نبداو بعدا بالتكشيطه. التكشيطه اللي فيها هاد المكب والصومعه اللي نازله اللي جايه من الجنب، وزيد عليها القفطان التحتاني. كاين حيت علاش كنسميو تكشيطه، كاين فيها جوج بياسات، دو بياس كيكون فيها التحتاني والفوقاني ديالها. التحتاني كاين عندنا فيه بحال هكا، وفيه غير من التحت، من التحت ها هو هانتوما. والفوقاني كيف ما كتشوفوا هو هذا، كاين فيه الطرز اللي متقل. التحتاني كاين فيه هاد السلته هنايا، كاين اللي ما كيديرهاش كاع، ولكن بحال مثلا فاش كتكون هاد الفتحه كبيره مثلا في الوسط، فاش كتكون الفتحه ديال الفوقاني كبيره، يعني الاخر كيجي مطروز وعطي واحد الجمال اللي هو خاص. سواء كنتي عروسه ولا تكوني نفيسه ولا اي حاجه، ولا تكوني غير بغيتي تلبسيه مثلا وتحضري به، كيعطي الجمال ديالو وكيخلي الحضور ديالك اللي هو بارز في وسط الناس كاملين اللي راكي معاهم. في الحقيقه عنده واحد الجمال خاص. هذا التصميم هذا اللي تصمم شحال هذه تقريبا من 2000 2019 2018. هاد التصميم ديال هاد التكشيطه اللي هي جميله في الحقيقه، حاضره بالوجود ديالها في الحقيقه. الناس هبالوا عليها بزاف وحماقوا عليها، وولات من العادات والتقاليد اللي خاصنا ضروري نحضروا التكشيطه في مثلا في ليله الحنه او بزاف ديال المناسبات اللي هي كتميزنا حنا كمغاربه. حقيقه الطرز الفاسي لا يغنى عليه. الحقيقه الطرز الفاسي شي حاجه اللي هي جميله جميله بزاف، وكنصح الناس كاملين ما يستغناوش عليه في الحقيقه، لحقاش عنده جماليته الخاصه. عندنا لي زار كيف ما كتشوفوا، هذا اللي من اللور هنا كنعتبروه بحال الجلسه اللي غادي تكون دايره العروسه مثلا فاش تكون جالسه كتحني مثلا، ولا تكون غادي تروح لعند دارها مثلا، وكانت بغات تكتفي انها دير غير هذه الجلسه هذه، وغادي تبهر بها مثلا الحضور، ولا تفرح براسها. علاش لا؟
كدير بحال هاد الجليسه اللي كاين فيها يزار مع جوج دكاكي اللي هما هادو، وهذا هو المسينيد حطيناه مع هاد البوكيت الورد كنقدمو للحباب ديالي المتابعين ديالي الزوينين. وما ننساش هاد المنديل ديال الطبله اللي فيه نجمه في الوسط. هاد النجمه هذه اللي كتميز لنا الناس، يعني العروسه مثلا او العريس، كنقولوا لهم نتوما هما النجمه ديال هاد الليله، او النجمه ديال الدار، او النجمه ديال الحياه كامله. وان شاء الله تكون حياتكم كلها مليئه بالنجوم الجميله والافراح والسعاده ان شاء الله، وتكون مليئه بالمسرات اللي غادي تكون دائما ان شاء الله على الطرفين، يعني العروس والعريس وبالرفاء والبنين ان شاء الله. مرحبا بكم. كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا ولا هذا التقديم هذا يكون عجبكم ان شاء الله، وكنتمنى ينال الاستحسان ديالكم، وما تبخلوش علينا بالمتابعه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وتابعوا معنا الرحله ديالنا باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. وفي نفس الوقت دائما نحاول ونجتهد نجيب الجديد اللي ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله ويفرحكم بطبيعه الحال. السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.